كبس يا ابو فريده، ولو بعتولي اسد وبطه وسمك ورز هكسب الماتش. المهم الشوط الاول كان شوط من غير دفاع، والتاني وغلاوتك لو اي حد رمى حاجه في حدود الشبكه كانت بتخش. كانت شان اغلو من اصول بشع عثماني من الحرب العالميه الاولى، هدف عوده بلاد المحور وتدمير الحلفاء. السلام عليكم، وحشتوني. جيت لكم في المحليات اللي بحبها واللي باخد راحتي فيها بعيدا عن الحظر العالمي اللي معمول ليا ده. وبالمناسبه انا مش هقول لك على عدد لايكات نجيبه، انا هسيبك لعطائك وروح الكرم اللي جواك. بدا ماتش الزمالك وسيراميكا بوجهه نظر بتقول ما دام المسحوب مغلوب واللعبه ممكن تكسب وممكن تخسر فنمسك في الممكن وزي ما تيجي تيجي. واعتمد جوزيه جوميز على مبدا زود في النص ببان حنيوك، فنزل ب5.5 ونجين. اما المدير الفني لسيراميكا فكان عارف ان قوه الستارز على النجيله، بس لما تنزل بلعيبه كسر وفرز ثالث يبقى انت كده وقعت الزمالك في الفخ اللي باظ في الاخر. المهم الشوط الاول كان شوط من غير دفاع، والتاني وغلاوتك لو اي حد رمى حاجه في حدود الشبكه كانت بتخش. وده بدا بسرعه في الدقيقه 3 بعد ظهور زيزو على الوينج بيتمشى معاه واحد من سيراميكا، يعرضها من قدام رجله توصل لمصطفى شلبي اللي هوبا 1-0 للزمالك. عشان في الدقيقه 20 ما تسكتش الكليوباترا وتعمل الضغط العالي وتغلط دونجا عشان توصل للكره لواحد افريقي مش فاكره اللي يعطيها باص في وسط 5 لايبوكا اللي هوبا بالقدم الخارجيه 1-1 لسيراميكا. وبعدها شويه هجمات لسيراميكا من اللي مش بتغير النتيجه دي عشان تيجي ركنيه في الدقيقه 40 للزمالك تتبصى 3 مرات على الضيق وتوصل لناصر ماهر اللي يشوطها يعملها بسام معامله بذره المانجا فتفط منه توصل لدونجا وهوبا 2-1 للزمالك. وبعد كان يوماني على بيلين مش محسوب، انا مش عارف افصل فيه والله. قررت اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر رز جاسمين الضحى المذاق الرقيق. انت زامت يا كابتن صح، انا برضك باخد الوضعيه دي في الجامعه من الحر، بيفتكروني رايح اتف عليهم. الله، انا قائد الحمله المكلفه بارجاع الاستاد لحكم الحكيميكي. والبركه في اني الحته وانا هرجع زي ما جيت. لا انا مش هعتمد القرعه دي الا لو لعبناها ببلاطه بورسلين. ايه يا حكام، محدش بيحط السماعات على دماغه الا بتوع التنويم المغناطيسي. انا بحب النص قوي، ما نفاجئهم بالخطه 0-11 ويبقى قوتنا في لمتنا. كبس يا ابو فريده، ولو بعتولي اسد وبطه وسمك ورز هكسب الماتش. الارضيه دي مش نافعه، احنا نكسر ونبلط ونصبها بجبس الرمان. زيزو انت عارف الحيطه السد من كام طوبه؟ انا ماسك الخطر، انا ماسك ابن رئيس امريكا. الله، ما احنا بنعرف اهو بنسجل، امال انسحبنا ليه؟ ما كفايه لعب خاطف وباصات كلها سرقه بقى، حد يقبض عليهم ويشمع الدوري ويرحمنا. يا لهوي وما حبيبي وما تبقاش خرع. بس كده خلصت جلستي الطبيه. الانقاذ عندي، ايه الباط ده حط شكه، خدوها يلا وحاولوا مجددا. في حزمه نعناع واقفه في الجول. انا من عائله رمسيس الاول، انا اسمي حسمس. لا يا مسدوسي، انا حاسك اتغيرت وما بقتش مستحملني. ذاتس انف، ذاتس فك. الحمد لله الحمد لله. علاوي حبيب قلبي ابو حسين، انا خادمكم الصغير. وزعف فيها اوعى غرق جسمك. انا تعبت بقى، انا اخر كلين شيت خدته كنت في مانشستر يونايتد، بس انت عمرك ما رحت مانشستر كمان. ضعيفه، امسك يا هريدي. اخيرا هريدي رايح فين؟ دخل الجول، يا نهار ابيض. الحمد لله على السلامه. لايك شير، احبك اعمل لك ايفنتات تكسب فيها جاتوه وتورته. دي اللحظه اللي بقول لك فيها اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني لفت انتباهي ثانيه واحده. انا كنت عامل فيديو بتاع تركيا والبرتغال، هو تركيا والبرتغال، واتحظر وشالوا لي كل حاجه فيه مع اني كنت عامل فيها اداء مبهر، والحمد لله هو كان عامل نتائج ممتازه تيك توك ويوتيوب. بس الحمد لله زي ما قلت لك هستعوض في ربنا في الفيديو اللي فات. بس هو كان فيه ابو المهازل انا عامله، انا كانت شان اغلو، فقلت حرام يضيع كده في الهباء، فقلت احطه لك في الفيديو ده. خد الحته من الفيديو اللي اتمسح بقى. انتباهي لعيب غير مؤثر لا مع منتخب ولا نادي ولا في حياته، من قام البقلاوه والشيش كباب، افضل صانع بهجه ب30 اسيست في التدريبات. هل كان شعبان اغلو؟ وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير، وقلت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوره في تركيا والبرتغال وعائله اغلو. كانت شان اغلو من اصول بشع عثماني من الحرب العالميه الاولى، هدف عوده بلاد المحور وتدمير الحلفاء. فلو بصيني على ميلاد وطول اغلو سنجد ولد في فبراير عام 1994، وطوله يساوي متر 78 سم، وبطرحه 78 من 1994 تصبح النتيجه 1916. 1916 اخصم منها المتر اصبحت 1915. فبراير 1915 حمله جاليبولي التي كانت بين انجلترا وفرنسا من جهه والدوله العثمانيه من جهه اخرى، الدوله العثمانيه تركيا
تركيا التي يلعب لها كانت شان اوغلو. هنقوس مو بسلامنا بايدينا. طب خد المتشعبه، يلعب اوغلو في مركز الوسط الهجومي. الوسط، البحر المتوسط، الحروب البحريه في البحر المتوسط خلال الحرب العالميه الاولى. هجوم مفاجئ من الاميرال هورسي في 10 يونيو 1918 في محاوله الايطاليين لاغراق السفن الحربيه النمساويه. 10 الإيطاليين الدوري الإيطالي الذي يلعب به أوغلو. 10 هو عدد أهداف أوغلو في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان. عبد الغفور البرعي بتاريخ كل المسلسلات التركي. طب خد النهي الأصيلة، في عام 1994 انسحب آخر جندي روسي من ألمانيا التي ولد بها أوغلو تركيا التي يوجد أكبر جالياتها بالخارج في ألمانيا. تركيا وألمانيا الذين حاربوا معا في الحرب العالمية الأولى. وبشق الخيوط إنها كانت شان أوغلو من أصول باشا عثماني في الحرب العالمية الأولى، هدف عودة بلاد المحور وتدمير الحلفاء. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافة الجميلة دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديدة من برنامجكم أسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامة. أنا جاي أحكي لك اللي حصل في الشوط الثاني كان شوط مثير، كل فرقة كانت عايزة تخسر بطريقتها، وينجح الزمالك إنه يضيع نفسه بشكل مؤقت بعد ركنية في الدقيقة 71 يرفعها محمد إبراهيم، تعدي من دماغ دونجا توصل لواحد سيراميكي تاني، اللي يعرضها توصل لنفس الأفريقي اللي أنا ما كنتش فاكر اسمه في الأول، وهوبا 2-2 لسيراميكا. بس سيراميكا ما يرضاش بكده، لازم نعلي الإثارة شوية، عشان في الدقيقة 88 تمركز غلط مع كرة كلها أسحة وعنطرة من زيزو، يعطيها باصة موظف الحي لنضي اللي هوبا 3-2 للزمالك. وفي النهايه مرتده سريعه يطلع بيها نضاي واثنين زمالك، يقابلهم واحد سيراميكا ينام على جنبه عشان يوصلوا بيها لقلب بسام، ويعطيها نضاي لزيزو وهوبا 4-2 للزمالك. ولنهايه الاحداث قررت اديلك ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر الكولونيا. يخرب بيت احصائياتي، مسك الهوا 3 مرات وصدد الوهم مرتين وقفل 4 حوارات. اسد واقف في قلب الشبكه، استحاله حد يعدي. لا هنا سهله عليا، حطها لي من هنا، المستحيله بالنسبه لي خالص. احنا كانت فعلا ما كناش موجودين كنا هنبقى مؤثرين عن كده، على الاقل الحته دي كانت هتبقى اوف سايد. يا عم بطل تمثيل بقى، حرام عليكم، دي رجل يعني عندك 2 منها. هو ده طلع مستوانا الطبيعي؟ يعني مش عشان وانكس زفت انا اللي عملت الاسيست، قدروني. اركب والف بيه مصر كلها. يعني انا لو وصلتك للجول هتشتري شحنه السيراميك الفرز الثالث والهالك كله؟ مفيش جول الا لما تعدوني. عدتوني؟ طب بالتوفيق، تصبحوا على خير. جول عادي، مع اني كان نفسي اثبتها على نقطه البلي. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر. الفيديو ده كان فيديو جملي، خد معايا وقت طويل قوي. احب ان انت تقول لي رايك فيه وتعمل لي اللايك والشير والتعليق والاشتراك وبس كده. سلام.